تطورات ما يحدث في الوراق، ولماذا تصطدم الشرطة مع أهالي الجزيرة؟ لماذا تغلق القوات الأمنية مداخل ومخارج الجزيرة وتمنع كل المواطنين من الدخول والخروج؟ وهل يصمد أهالي الجزيرة أمام قوات الأمن؟ وهل ينضم إليهم جموع الشعب المصري؟ تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. جزيرة الوراق وما يحدث داخل جزيرة الوراق يستحق المتابعة، والحقيقة قبل ما أبدأ الفيديو كل التحية والتقدير لأهل الوراق، كل التحية والتقدير لكل من على أرض جزيرة الوراق، رجال ونساء، شيوخ وأطفال، الجميع يثبتون أن مصر ما زال فيها رجال، وأن مصر قادرة، ورجال ونساء مصر والشعب المصري قادر على المدافعة وعلى استرداد حقوقه المنهوبة. أهل جزيرة الوراق يضربون أروع المثل في التضحية والفداء والبذل والعطاء والصمود والثبات دفاعا عن أرضهم وبلادهم وديارهم وترابهم وأحلامهم وتاريخهم وجغرافيتهم. أهل الوراق بيحاولوا يؤكدوا أن الشعب المصري ما زال فيه الرمق، وأن الشعب المصري لم يموت، ربما ينام بعض الوقت، ربما يرقد بعض الوقت، ربما يخمد بعض الوقت، لكن أبدا الشعب المصري أبدا لا يموت. الشعب المصري يدافع عن مقدراته، يدافع عن ثرواته، يدافع عن حاضره، يدافع عن مستقبله، ويدافع أيضا عن ماضيه وتاريخه. ما يفعله أهل جزيرة الوراق ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مضى سنوات على بداية تلك الملحمة، ولكن الإصرار والعزيمة والقوة والشجاعة والصمود هو من يجعل أهل جزيرة الوراق صامدين وصابرين وثابتين على الحق الذي يملكون، فهم يملكون الحق ومعهم كل الحق. جزيرة الوراق فيها عدد كبير جدا من الناس اللي موجودين في جزيرة الوراق ورثوا هذه البيوت وهذه الأراضي وهذه المنازل عن أبائهم وأجدادهم، فهم موجودين مولودين هم وأبائهم وأجدادهم وولدوا أبنائهم وأحفادهم في هذا المكان، فبقوا جزء من المكان، والمكان بقى جزء منهم، انصهروا في المكان والمكان انصهر فيهم. لكن خليني أقول لك تقدمة سريعة عن هذه الجزيرة، ولماذا هذا التدافع، ولماذا هذه السجالات التي تحدث يوميا منذ أكثر من 10 سنوات. جزيرة الوراق واحدة من أكبر الجزر المصرية الواقعة والمطلة على نهر النيل، بتتميز بموقعها الجغرافي المتميز جدا جدا بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، وإداريا بتتبع محافظة الجيزة. مساحتها حوالي 1500 فدان. عدد السكان مفيش إحصاء رسمي بعدد السكان في جزيرة الوراق، لكن بيقولوا ان الوراق بتبلغ حوالي 100,000 نسمة و6000 منزل في قلب هذه الجزيرة. سكان الوراق ناس غلابة، يعني زي تقريبا معظم الشعب المصري. كل مهامهم ومهمتهم في الحياة بسيطة جدا، مهنتهم ووظائفهم اللي بيشتغلوها بسيطة جدا، بيشتغلوا في الزراعة والتجارة، وعندهم ورش وحرف ومهن بيتعاملوا فيها ومن خلالها، فهم عايشين في هذه المدينة البسيطة بهذا الشكل البسيط، وحرفهم ومهنهم وأشغالهم ووظائفهم كمان بسيطة زي المكان اللي عايشين فيه. يعني تقدر تقول ناس كده في منتهى البساطة، ناس حاجة بسيطة خالص، لكنهم عندهم من النخوة والشجاعة والصمود والرجولة والقوة والنخوة والعزة والإباء الكثير والكثير. بداية مشكلة الوراق بدأت تقريبا سنة 1998 في عهد حسني مبارك، قرار رقم 1969 لسنة 98. وقتها قررت الحكومة وضع جزيرة الوراق ضمن نطاق المحميات الطبيعية، الكلام ده سنة 98. سنة 2000 اتحولت إلى أملاك ذات منفعة عامة. قالوا يا جماعة
ان هي منفعة عامة بتملكها الدولة. طيب في التوقيت ده من اهل جزيرة الوراق احتجوا على قرار الحكومة وبدأوا يتعاملوا بشكل رسمي وبشكل طبيعي وبشكل عادي جدا، فلجأوا إلى القضاء. القضاء أعطاهم حكم سنة 2002 بعدها بسنتين تقريبا بتملك الجزيرة، وإن الجزيرة ملكهم، وإن ما ينفعش أبدا حد ياخدها منهم. بعدها بشوية رجعت حكومة مبارك وقالت إحنا هنطور الجزيرة لحد ما جت 2011 وكانت ثورة يناير، فما لحقش نظام مبارك انه يطور الجزيره ولا يغير اي شيء في الجزيره. الاهالي حسوا ان المعاناه بتاعتهم انتهت، ان مفيش حد هيقف قدامهم علشان ياخد بيوتهم واراضيهم وجزيرتهم ويخرجهم منها، لحد ما جت سنه 2017 فتحوا الموضوع من جديد. لكن في التوقيت ده كانت الحجه وكان الواضح والصوره والبرواز ان في مستثمر جاي يطور هذه الجزيره ويطور هذه المكان، والناس اهل الجزيره هيستفيدوا وهيعيشوا في رخاء وهيعوضوا الازمات اللي كانوا عايشين فيها وعدم الامن والامان، وهتتحول الجزيره الى واحه من الامن والامان. طب مين يا جماعه اللي هياخد هذه الجزيره؟ ومن هو المستثمر؟ طلع المستثمر ايوه زي ما انت بتقول بالظبط، المستثمر الاماراتي. يبقى الامارات جاي عشان تاخد جزيره الوراق وتعمل فيها مجموعه من المشروعات بحجه التطوير. في منتصف 2017 وتحديدا في شهر يوليو كانت اول محاوله لتهجير اهالي الوراق. الشرطه والاوقاف اتجمعوا مع بعض وكانت معاهم وزاره الري ووزاره الزراعه، جم علشان ينفذوا قرار باخلاء حوالي 700 منزل، ووقتها وقف لهم سكان الجزيره ورفضوا رفضا تاما ان يتم هدم هذه المنازل، وحصلت اشتباكات بين اهالي الجزيره وبين الشرطه، واستشهد وقتها واحد من مواطني جزيره الوراق، واسفر هذا الاشتباك وتلك الاشتباكات عن اصابه العديد والعديد والعشرات من اهالي الوراق. الناس اللي كانوا عايشين عيشه بسيطه، عيشه محدوده، كانت مطالبهم بسيطه وحياتهم بسيطه، لقوا نفسهم في معركه لا ناقه لهم فيها ولا جمل، الا انهم بيدافعوا عن ارضهم وبيدافعوا عن بيوتهم وبيدافعوا عن هذا التراب اللي عاشوا اتولدوا ونشأوا وشبوا وعاشوا وترعرعوا فيه واتجوزوا وخلفوا بقى عندهم الاولاد والاحفاد اللي عايشين في هذه الجزيره. بعد شويه انتشر تصميم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت للتطوير المقترح لجزيره الوراق، واللي نشرت التصميم شركه RSB اللي بتمتلك فرع في دبي. هذا التصميم في هذا التوقيت حصلت عليه مشكلة كبيرة جدا، لأن هذه الشركة نشرت هذا التصميم بدون اتفاق مع الحكومة، وده اللي اعتبرته الحكومة تسريب للاتفاق اللي كان بين الشركة وبين الحكومة. ووقتها جن جنون أهالي الوراق وجن جنون الشعب المصري اللي عارف ان مقدراته وممتلكاته يعني بتنهب لصالح جهة معينة أو دولة معينة. وفي هذا التوقيت في 2017 كانت لسه أزمة تيران وصنافير ما بردتش، فكان عند الشعب المصري في العقل الجمعي ان الحكومة بتحاول تبيع اي حاجة وبتسيب اي حاجة وبتمنح اي حاجة وبتهب اي حاجة لأي دولة تدفع اكتر. وكان هذا الدور هو دور الامارات بعد ما كان تيران وصنافير من نصيب السعودية. بعد شوية اتفصلت مجموعة من القوانين على مقاس جزيرة الوراق، فاتعرض قانون قدام البرلمان وافق عليه في فبراير 2018، والقانون كان اسمه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. وفي يونيو 2018 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، وكان وقتها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بإنشاء مجمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق ويتبع هيئة المجتمعات العمرانية. في هذا التوقيت كمان الناس استغربوا، هو أنت بتعمل تصميمات ولا أنت خلاص بتاخد قرارات؟ وبقى الموضوع وكأنه قابل وقيد التنفيذ، لأن مجلس الشعب أو مجلس النواب وكان وقتها علي عبد العال وافق على هذا
القانون قانون المنفعة العامة أو نزع الملكية العامة. لو تفتكروا وقتها طلع رموز الدولة وقالوا احنا هنسويها بالأرض، اللي مش عارف هيسمع الكلام واللي مش هيلتزم أنا ما عنديش هزار، أنا مش عارف إيه، وهذا الكلام اللي كان على مرأى ومسمع من الجميع. في سبتمبر 2018 مجلس إدارة المجتمعات العمرانية وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، وكان اسمه وقتها عملوه تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديد. وفي إبريل 2019 وافقت الحكومة على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا للبدء في تنفيذ المخطط بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. في يوليو 2020 مجلس الوزراء وافق على إعلان منطقة جزيرة الوراق منطقة إعادة تخطيط، يعني بيعيدوا تخطيط هذه الجزيرة من جديد. وبعد سنتين تقريبا نشرت الهيئة العامة للاستعلامات تطور لمخطط تطوير الجزيرة، واختارت اسم مدينة حورس، وصفتها انها مدينة ومركز تجاري عالمي هيتكلف حوالي 17.5 مليار جنيه. في اغسطس 22 وزير الاسكان كشف عن خطة الدولة بالنسبة لجزيرة الوراق، واعلن بدء تنفيذ سياسة الشراء الرضائي بموجب 6 مليون جنيه للفدان، وقال ان الحكومة اشترت 888 فدان حتى اغسطس 2022، وده بيمثل نسبة 71% من مساحة الجزيرة. وبعدها تم تسليم الجزيرة عيني عينك على مرأى ومسمع من الجميع دون مواراة أو مواربة إلى المستثمر الإماراتي. وكان في اتفاق ب 24 مليار جنيه، وقالوا إن الاتفاق بيشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق على مساحة 20,000 متر مربع. ومن يومها ومن قبلها كانت أزمة جزيرة الوراق. طب احنا ليه بنتكلم عن جزيرة الوراق من جديد؟ ولماذا عادت هذه الجزيرة تطل علينا من جديد؟ عادت جزيرة الوراق إلى الواجهة والحديث في مصر لا يتجاوز جزيرة الوراق. ليه؟ لأن الشرطة دخلت جزيرة الوراق غصب عن الناس، فبدأ الناس يتعاملوا مع الشرطة. وبعض الناس في كثير من الفيديوهات قالوا يا جماعة انتوا في سنة من السنين قتلتوا واحد مننا واحنا عدينا الموضوع وقلنا الموضوع عد، لكن احنا مش هنسمح ان حد يحصل له كده تاني، وهنقف ندافع عن هذه المدينة. وكانت جزيرة الوراق بيدخلها ضباط وامناء شرطة ومخبرين راكبين تكاتك وراكبين عربيات صغيرة علشان يعني ما يبينوش ان هم ضباط، لكن اهل جزيرة الوراق عارفين الضباط وعارفين قوات الامن وقوات الشرطه والمخبرين وامناء الشرطه اللي معاهم في المنطقه، فكانوا بيطردوهم. وشفنا اكتر من فيديو لكثير من الناس وهو بيقول لضابط الشرطه انت مكانك يا باشا بره، بتحمي الدوله وبتحمي البلد وبتحمي الجزيره وبتحمي المدن، ويعني بتحمي هذه البلد من تجار المخدرات ومن البلطجيه، انت مكانك مش هنا، مكانك بره. وخرج هذا الضابط. شفنا الرجل الاخر لابس جلابيه يعني ابن البلد اللي واقف يتكلم يقول الضابط فلان الفلاني، وقال اسم الضابط اللي باعت البلطجيه بتوعه والداخليه بلطجيه، وقعد يقول هذا الكلام مره واثنين وثلاثه. الشرطه صعدت ضد جزيره الوراق فحصل ما لا يحمد عقباه، بدأوا يتهجموا على البيوت ويفتشوا البيوت ويروعوا الأهالي ويقبضوا على النساء وياخدوهم يروعوهم في أقسام الشرطة. فأهل جزيرة الوراق بدأوا هم كمان ينتفضوا ويقولوا احنا هنحمي أهلنا وهنحمي إخواتنا وهنحمي نسائنا، وبدأوا يروحوا يقعدوا عند الأماكن اللي واقف قدامها الأمن والأمن المركزي اللي بيحاوط الجزيرة، ويقولوا ان احنا مش هنسيب ابدا هذه الارض. الرجالة والستات والشيوخ والاطفال راحوا يقفوا يحموا هذه المدينة وهذه الجزيرة وهذا التراب اللي عاشوا فيه وتربوا فيه، وعندهم احلام وامال وطموحات في هذا المكان. وكمان الامن كان بيغلق الابواب المداخل والمخارج، فمفيش بنى، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش شراء، فبدات الناس تكسر هذا الحصار.
وبدأ كمان الناس يدعوا إلى المدد والدعم، يعني عايزين الشعب المصري يدعمهم كمان في قضيتهم العاجلة بدون بلطجة وبدون عنف وبدون تجاوز، لكن بكل سلمية وبكل أدب وبكل احترام. هم دعوا إلى يوم الأحد المقبل 22/9 أن يكون يوم لجزيرة الوراق. الشعب المصري كله يدعم هذه الجزيرة. جزيرة الوراق فيها رجالة ما زالوا بيثبتوا ويؤكدوا وما زالوا يعني يجعلوا أن هناك أمل في الشعب المصري اللي بيدافع عن حقه مهما كان. قضية جزيرة الوراق قضية عادلة تحتاج إلى التكاتف، أن يتكاتف الجميع من أجل هذه القضية، أن يتكاتف الجميع لرد الحق إلى أصحابه، أن يتكاتف الجميع لردع الظلم ودفع الظالم، أن يتكاتف الجميع لأخذ الحق لهؤلاء الذين لا هم لهم إلا أن يعيشوا بأمن وأمان واستقرار وسلام، لا يروعهم أحد ولا يحبسهم أحد ولا يقيد حريتهم أحد طالما أنهم لم يفعلوا ما يخالف القانون. كل الدعم والتقدير لأهل الوراق، كل التحية لأهل الوراق رجالا ونساء شيوخا وأطفالا. الوراق تثبت أن مصر بكل شعبها ما زالت حية. إلى اللقاء.